ايه رأيكم يا حبايبي نعمل معاكم التورته الجميله دي بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه قوي؟ ويعني انا ما عملتهاش كتير في البيت التورته، انا على طول ساعات بشتريها من بره، بس دي تاني مره اعملها في البيت. بس ايه رأيكم بالشكل الجميل ده؟ ده من غير دقيق اسبونج. يلا بينا، يلا بينا نعمل التورتايه. هنحط الاربع بيضات في العجان بتاعنا. ادي الاربع بيضات. هنحط معلقه فانيليا، معلقه كبيره من الخل الابيض، هنحط كوبايه ونص من السكر، وهنحط نص كوبايه زيت، وهنضرب كل المكونات دي مع بعض كويس. ممكن نضربهم على ايدينا لو احنا حابين، او نضربهم بالمضرب العادي. معانا بقى كوبايتين من الدقيق، معانا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعانا رشه من الملح، وهنحط معلقتين نشا. حطينا بقى معلقتين النشا، هننخل كل المكونات دي مع بعض. بصوا بقى الخليط بتاعنا بعد ما خلص شكله ازاي، شكله كريمي ازاي، شايفين؟ بصوا ابيض ازاي، عشان كيكه الفانيليا بتاعتنا تطلع بيضه. دول 4 بيضات، عليهم كوبايه ونص سكر، عليهم ربع معلقه، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره فانيليا، معلقه كبيره خل، ومعلقه من محسن الكيك الجل. هنحط جزء من الدقيق وهنقلب، مش هنحط الدقيق كله، الخليط اللي احنا عملناه. هنشغل عليه العجان بتاعنا. هنجيب كوبايه لبن، هنحط عليهم 4 معالق كبار من الزبده بتاعتنا، وهنسيحهم في الميكرويف. يعني هنخليهم لدرجه انه يسخنوا، مش يغلوا قوي. ما عندكيش ميكروويف ممكن عادي على النار. ادي اللبن والزبده بتوعنا، هننزلهم وهنقلب الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين. الخليط بتاعنا اهو بعد ما خلص بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا القوام اهو. هنحطه بقى في الصينيه بتاعتنا. دي صينيه فيها ورقه زبده مدهونه بالزيت او الزبده، مش هتفرق. هنحط بقى الخليط بتاعنا فيه. ادي القالب بتاعنا بعد ما حطينا في الكيك، هنخبطه كده خبطتين، هنطلع الفقاقيع. مش عايزه تخبطي الخبطتين، هنجيب هنطلعه بالشكل ده كده. معانا ولاد بس معلش في البيت. معانا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وعليها نص كوبايه سكر. هنضربها بقى ونعمل الكريم شانتيه بتاعنا. احنا دخلنا الكيك بتاعنا الفرن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه. هتاخد 50 دقيقه مفيش مشكله. تمام. هننزل بكوبايه لبن ساقعه، وهنشغل العجان بتاعنا. الكريم شانتيه بتاعنا هم خلص، شايفينه بالشكل ده كده اهو. بصوا بالشكل ده كده. ادي الكيك اهو بعد ما قعد 40 دقيقه، سيبناه يبرد خالص ويهدى اهو بالشكل ده كده. شايفين؟ بصوا جميل هدي خالص. هنشيل بقى ورقه الزبده ونقطع معاكم الكيك. هنشيل بقى ورقه الزبده بس. بصوا جميله ازاي. هنقطع بقى الكيكه 2 اهو. ادي الكيك بتاعتنا اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. قسمناها لجزئين اهو بالشكل ده. ده البتاع اللي هنزين عليه، اللي بيلف عندنا هنزين بقى عليه. تمام. ادي الكريم جانتيه بتاعنا اهو. كريم جانتيه هنحط بقى في البلبله بتاعتنا. هنسقي بقى بالشربات بتاعنا كده اللي احنا عملناه اهو بالشكل ده كده. حطينا بقى الكريم شانتيه، بنفرده كده بالراحه خالص بسيط قوي عشان نحط الطبقه التانية. بصوا فردناه بالشكل ده كده. هنجيب بقى الطبقه التانية. بصوا بقى ادي الطبقه التانية بتاعت الكريم شانتيه، حطيناه من فوق هنا كده اهو. هنفرد بقى كده اهو بالراحه. نحط بقى من الجناب كده وبنلف.
خلصنا اهو التورتيه بتاعتنا، بنزينها بقى بالشكل ده كده. حطينا بقى الشوكولاته الصغيره ديت، وهنزين ايه بقى بالشيبسي بتاعنا اللي هي الالوان. بصوا يا حبايبي من على الطروف كده. بصوا يا حبايبي ده الشكل النهائي بتاع التورتايه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل جدا وما كلفتناش كتير، ودي حاجه بسيطه احنا نقدر نعملها في البيت كلنا، اي حد فينا يقدر يعملها في البيت. وما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتاعتها. على فكره دي تاني مره اعمل تورتايه في البيت.